السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حبايبي اخواتي وبناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وكل اخواتي وبناتي الجداد اللي بيشوفوني لاول مرة ولسه ما اشتركوش في قناتي، اتمنى تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة. ده الرقاق الطري اللي احنا عملناه مع بعض. انا عملت فيديو قبل كده بطريقة العجين وطريقة الفرد والتسوية بتاعته. ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في صندوق الوصف. وهنعمله النهاردة ان شاء الله مع بعض باللحمة المفرومة. واحدة من حبايبي طلبته مني وقالت لي بعد ما شافت الفيديو بتاع تسويته وعجينه، قالت لي يا ريت تعمليه صينية باللحمة المفرومة. وانا بلبي طلبها وبعمله النهاردة اهو معاكم صينية باللحمة المفرومة. خليكم معايا خطوة بخطوة وان شاء الله نعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة والنتيجة جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة هنعملها هي تعصيجة اللحمة. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا بصل متقطع صغير، ومعايا معلقة ونص صغيرة ملح، ومعلقة ونص صغيرة فلفل اسمر، وصلصة طماطم. انا ما بستخدمش في تعصيجة اللحمة في اي حاجة غير ملح وفلفل اسمر بس. ما بحطش اي بهارات تانية عشان ما تغيرش طعم اللحم. على النار بجيب طاسة او صينية وبحط فيها معلقتين من السمنة او الزبدة وانزل فيهم باللحمة المفرومة بتاعتي، وبديها صدمة من ناحيتين كده واقلبها كام تقليبة لحد ما تغير لونها وما تنزلش اي مية زي ما انتم شايفين لان مش بقلبها كتير. بعد كده بس بنديها تقلبتين كده في الزبدة بعد ما تاخد اللون ده، وانزل بالبهارات بتاعتي اللي هي الفلفل الاسمر والملح بس، واديهم تقليبة. وبعد كده انزل بالبصل، وبعد ما انزل بالبصل برضه هقلبه تقليبة كده وهغطي عليهم من 5 ل7 دقايق كده لحد ما البصل يدبل معايا ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بصلصة الطماطم وبرضه هديها تقليبة واغطيها واسيبها برضه كام دقيقة كده لحد ما كله كده يندمج مع بعضه وتتعصج معانا وتتسبك كده في بعضها وتبقى زي ما انتوا شايفين كده جميلة جدا اهيت. وبرضه جوسي كده مش عايزين ننشفها قوي، تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وتبقى تمام جاهزة. جبت الرقاق بتاعي اهو. انا طبعا كنت عاملاه معاكم برضو قبل كده في فيديو، هسيب لكم زي ما قلت لكم لينك الفيديو دوت في صندوق الوصف. لو حد من حبايبي مش بيعرف يفتح صندوق الوصف هيروح جنب العنوان فوق، جنب عنوان الفيديو يلاقي كلمة المزيد، يدوس على كلمة المزيد يلاقي صندوق الوصف قدامه ويدخل على الفيديو ان شاء الله ويشوف طريقة العجن وتسوية الرقاق من البداية. اجيب صينيه وشويه زبده كده مسيحاهم بقى ونغلف الصينيه بتاعتنا كده كويس بالزبده من تحت ومن الجناب، وكده تبقى الصينيه جاهزه معانا. وهنجيب بقى الرقاق بتاعنا وهنجيب شويه زبده طبعا نكون مسيحينهم برضو علشان يبقوا جاهزين للطبقات. ومعايا حاجة تانية، صينية تانية او اي حاجة نحط فيها كوباية ونص من اللبن وكوباية ونص من الشوربة. اي شوربة عندك، لو ما عندكش شوربة ممكن تستعملي لبن بس عادي برضو يبقى جميل جدا. ونحط عليهم معلقتين او 3 من الزبدة كده ونسخنهم شوية، ما بتسخنهمش جامد، مش بتغليهم، بتخليها سخونية بسيطة كده بحيث لو حتى ايدك جت فيها كده تستحمليها. يعني ما يبقاش بارد ولا سخن قوي، سخونية وسط كده. وتبدأي بلة بسيطة جدا للرقاقة كده في قلب اللبن بالشوربة دي. لو مقطوعة معاكي الرقاقة او اتقطعت معاكي ما يهمكيش خالص، انت طبعا بتظبطيها في قلب الصينية. بتعمليها بلة بسيطة كده زي ما انت شايفة وبتظبطي الصينية بتاعتك وتحطيها بالطريقة دي. بنحط طبعا كذا رقة بس طبعا بتظبطي. لو في حتة واطية معاكي كده بتحط لها، حتة فاضية بتحط لها برضو واحدة او واحدة صغيرة او قطعة من الرقاق. وبالشكل ده بتبل الرقاقة بلة صغيرة، بلة بسيطة جدا، وبتحطيها في قلب الصينية فوق التانية وتظبطي. وبين كل رقاقتين كده بندهن زبدة بالفرشة كده طبعا من اللي احنا مسيحينها ومجهزينها. بتدهنيها بالفرشة كده كويس بين كل رقاقتين. عايزة تدهني بين كل رقاقة واحدة بس عادي برضو، بس مش عشان ما تبقاش دسمة معاكي قوي بنعمل رقاقتين او 3 وندهنهم بالزبدة بالفرشة كده زي ما انت شايفة كده تمام. بتعملي بقى الرقة اللي تحت، النص اللي تحت الحجم اللي انت عايزاه. احنا ممكن نعمل من 5 ل6 رقاقات حسب حجم الرقاق اللي انت حباه. لو انت حباه تخينة شوية بتزودي، لو انت حباها يعني متوسطة او رقيقة شوية بتعملي من 5 ل6 رقاقات تحت كده في الرقة اللي تحت. وخلاص كده بتجيبي بقى اللحمة المعصجة بتاعتك بعد ما بتظبطي النص التحتاني، وزي ما قلتلك بين كل رقاقتين بتدهني زبدة. وبعد كده بتفردي اللحمة
فرد كويس بقى طبعا في الصينية بتاعتك، وتحاولي تفردي اللحمة كويس جدا متعصجة دي، ما تخليش اي حتة فاضية، تفرديها كويس جدا حتى في الحروف، تخلي الحروف كلها برضو فيها من اللحمة المتعصجة بتاعتنا، علشان برضو تبقى معاكي كل قطع الرقاق بتاعتك فيها من اللحمة المفرومة، ما تجيش تقطعيها وتلاقي بعض القطعة ما فيهاش. فلما تفرديها كويس كده وتظبطيها، هتلاقي ان شاء الله كل قطع الرقاق فيها من اللحمة المفرومة بتاعتك، تبقى رقة كويسة والطعم حلو والكل يتبسط بيها. بعد ما تظبطي اللحمة كده، بتعملي فوق نفس اللي عملناه في النص اللي تحت، بتعملي فوق، بتبلي برضو الرقاق بلة بسيطة من اللبن والشوربة اللي احنا مجهزينها دي، وبترصي نفس الطبقات زي ما عملنا تحت بنعملهم فوق، برضو من 5 ل6 رقاقات بنفس الطريقة. وبرضو لو قطع معاكي مقطوعة او اثناء ما انت كنت بتسويها وهي عجينة اتقطعت منك، ما بترميهاش، بتسيبيها، وبرضو بتحطيها بالطريقة ديت في الصينية، وبتظبطي الصينية بتاعتك، وبتطلع النتيجة في النهاية في منتهى الجمال. بعد ما بنخلص كده برضو النص اللي فوق والصينية تبقى جاهزة معانا، بندهنها كويس جدا بالزبدة برضو اللي احنا مجهزينها، بتدهني الوش كويس عشان تاخد لون وش حلو كده في الفرن. وبتقطعيها وهي نية، ما بتقطعيهاش بعد ما تستوي، ممكن تتقطع بعد السوا، بس الاحسن والاسهل بتقطعيها وهي نية زي الجلاش كده، مش زي الرقاق الناشف. الرقاق الناشف لا، بتقطعيه بعد ما يستوي، لكن الرقاق الطري زي الجلاش بتقطعيه قبل التسوية، وبتدخليها فرن سخن، وبتطلع معاكي بالشكل الجميل ده، بتاخد لون من تحت ولون من فوق كده على نار متوسطة، بتاخد حوالي من ربع ساعة ل20 دقيقة، وتبقى معاكي بالشكل الجميل ده. حاجة ممتازة تشرفك بمنتهى الجمال، طبعا في العزومات ومع اي غدا هتحبي تعمليها، برضو صنف جميل جدا. وفي فطار رمضان ان شاء الله، كل سنة وانتم طيبين، هتعمليها هتبقى في منتهى الجمال معاكي. يا ريت تجربيها وتقولي لي ايه رأيك، وبألف هنا وشفا مقدما. ونعمل شير للفيديو عشان الوصفة توصل لكل حبايبنا ويجربوها معانا ان شاء الله، وبإذن الله هتعجبكم كلكم، بألف هنا وشفا مقدما. ولو انت معايا لحد هنا في آخر الفيديو، ما تنسينيش بقى باللايك والسبسكرايب وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك وصفاتي أول بأول. وأشوفك على ألف خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.